السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. نبدأ بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كما راه موضح في الصورة المصغرة وفي البداية نتاع الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم مقروط الكوشة او مقروط بريستيج، كل واحد كيفاش يسميه. لتحضير هذه الوصفة نبداو بسم الله على بركة الله. واش نحتاجو في هذه الوصفة؟ نحتاجو 3 كيلات ممسوحة نتاع سميد متوسط. سميد متوسط اللي يكون رايح شوية للخشين، ما يكونش رقيق بزاف. انا عندي 3 كيلات ممسوحة سميد متوسط. اكيد لازم يكون نوعية جيدة باش المقروط نتاعنا يكون ناجح ويكون بنين وسميد ما تكونش فيه رائحة. هنا راح نمرو، هنا عندي ملعقة كبيرة نتاع فانيليا. هنا الكيلات ما عملتهمش كبار بزاف. هنا عندي هاد البودر نتاع زهرة البرتقال، نعمل شوية فقط في راس الملعقة. وعندي هنا 2 ملاعق مملوءة فرينة. وعندي هنا ملعقة نتاع ملح، ملعقة ماشي مملوءة، ملعقة صغيرة ماشي مملوءة ملح. نخلط هاد المقادير. هنا كنت نسيت ملعقة نتاع السكر، من بعد زدتها في الاخير. هنا عندي كيلة ناقصة اسبوع سمن كان كنت ذوبته، ولكن ما خليتوش داب حتى ولا كي الزيت ولا بهذا القوام. وهنا راح نكمل نعمر الكيلة بالزيت، نعمروها كيما عمرنا الكيلة نتاع السميد. نعودوا المقادير: 3 كيلات سميد متوسط، 2 ملاعق كبيرة مملوءة فرينة، ملعقة كبيرة فانيليا، ملعقة صغيرة ماشي مملوءة ملح، ملعقة كبيرة سكر، وقليل من بودرة زهرة البرتقال. وهنا هاد المقادير كامل نبسسوهم مليح، نبسلهم جيدا بالكف اليد، ونبسهم حتى ينسجم داك السمن مع السميد مع المكونات. هنا المدة حوالي 5 دقائق وانا نبسس في هذا السميد. لا، كما معروف المقروط لازم نبسسوه مليح. هنا راح ضفت الملعقة نتاع السكر اللي كنت نسيتها في الاول. هذا السكر يمدنا لون مليح للمقروط، يمدلو لون ذهبي. ونكمل نخلط هذا السكر مليح. كما راكم تلاحظوا هنا خدا مدة وهو يتبسس. هذه المرحلة مهمة جدا. هنا في هذه المرحلة راح نجيبو غطاء بلاستيكي نغطيو السميد نتاعنا ونخليوه يبات ليلة كاملة.
ولا نخدموه الصباح ونتمسسوه الصباح ونخدموه في العشي. هنا بعد ما كان ارتاح ليلة كاملة، هنا في الصباح جيت نخدم فيه. هنا نعاود نحلو، يكون شرب داك السمن، نعاود نحلوه مليح. هنا في هذه المرحلة ما راحش نخلط كامل الكمية نتاع السميد، راح نقسم الكمية على 2، ولا كانت الكمية اكبر من هذه الكمية اللي عملت انا تقسموا على 3 باش ما يعذبناش في الخدمة. هنا عندي كيلة نتاع ماء وماء الزهر، وراح نبدا نخلط هذه الكمية اللي راها في الإناء. نبدا نخلط بالاصابع فقط كما كنت تلاحظون في الفيديو، بالاصابع ونخلط ونرش ونخلط، ما نستعملش كامل الماء هذا اللي في الكيلة. بالاصابع ما نعجنوش. شوفوا انا نضيف فيه بشويه. هنا تتشكل معي كرة. هنا في هذه المرحله نحبسو ما نضيفوش الماء، ونغطيوه ونخليوه واحد 5 دقائق ولا، ونعاود نوليو له. هنا بعد ما مرت 5 دقائق نعاودو نوليو لهذا الخليط، نلقاوه شرب شويه، نعاودو نفتتوه بهذه الطريقه. هنا لازم هذه المرحله باش هذه العجينه تاخذ الحق نتاع الماء وما تتشققش في الفرن. هنا نعاودو نزيدو نرشو الماء والماء الزهر حتى تشكل معنا العجينه. هنا فقط بالاصابع حتى تشكل العجينه وحده. نرشو بالماء بشويه فقط، ما نعملوش بكميات كبيره. نخلطو، لاحظوا هنا بالاصابع فقط، وراني ندور في العجينه حتى تلتم. لازم العجينه تاخذ الحق نتاع الماء باش كي نكونوا نخدموا ما تعاودش تشرب بزاف وتتشقق معنا في الفرن وتساعدنا في الخدمه. هذا هو القوام تاع العجينه. لاحظوا هنا كيفاش راها طريه نوعا ما. كي نبداو نخدموا راح تبدا تنشف معنا، لهذا قسمنا الكميه على 2 باش ما نغبنوش. هنا بعد ما شكلت هاد الكريات نتاع 45 غرام، هنا راح نجيبو الغرس اللي كنا حضرناه من قبل. كنت فورته، ضفت له زبده وضفت له جنجلان محمص وعجنته مليح، ومن بعد زدت له الماء الزهر حتى ولا طري، وشكلته هنا. هاد الكريات وزنتم 10 غرام، واللي ما يحبش تمر بزاف ينقص شويه يدير 8 غرام ولا 9 غرام. ونشكلو كريه بهذه الطريقه. وهنا عندي هاد المول نتاع مقروط الكوشه، كنت دهنته بالزيت وراح نشكل به هاد الكريه، نديرها في الوسط ونضغط عليه بهذا الشكل نتاعو اللي من الفوق. نضغط مليح باش يتشكل معنا هذا الشكل. هنا ما راحش يلصق معنا هذا المول. شوفوا هنا كيفاش يخرج بسهوله. وهنا راح نحاول نهززها هكذا، ما نقبضش الحبه باش ما نديفورميش الشكل، من الفوق فقط حتى نحيو المول. شوفوا هنا الشكل الحبه كيفاش جات، ما جاتش كامل مشققه لان العجينه راها شابعه الماء. هنا شوفوا كيفاش نشكلو.
نشكلو حفرة في الوسط، نعملو فيها الغرس ونغلقو مليح، نديرو كورية، ومن بعد نديروها في الطابع ونشكلوها. هنا الحبة نتاع الكورية نتاع السميد فيها 45 غرام، والكورية نتاع الغرس فيها 10 غرام، واللي ما يحبوش الغرس بزاف ينقصوا الكمية. وهنا الحبة هذه تجي كبيرة، تجي عالية وتجي كبيرة. ممكن ايضا تعملوا فيها 40 غرام، باش 40 غرام ما تجيش عالية بزاف. هنا بعد ما كملت الحبات نتاع المقروط كاملين، عملناهم في صني يدخل للفرن. كنت شعلت الفرن كيما نطيبو صابلي عادي على درجة حرارة متوسطة سخن، ودخلت هاد المقروط نتاعي للفرن حتى خدا اللون الذهبي من الجهة السفلية، وطفيت عليه وشعلت له من الفوق يتحمر، ولكن ما نحمروش بزاف باش ما يبسش معنا، فقط ياخد هاد اللون الذهبي ونطفيو عليه. وهنا وهو ساخن عملته هنا في هذا البلا، وفرغت عليه العسيله تكون بارده وما تكونش ثقيله بزاف باش يتشرب معنا هاد المقروط. هنا في الطياب ما لازمش نحمروه بزاف باش ما يجيش يابس، والحبات نتاع السميد ما يتشربوش العسل، لازم فقط ياخد هذا اللون الذهبي. هنا خليته في العسل مدة طويلة حوالي 20 دقيقة ولا نصف ساعة، هو في العسل يتشرب. عسلته المرة الأولى وعاود عسلته المرة الثانية. هنا هذه المرة الثانية اللي راني نعسل فيه. هاد الكمية اللي تحصلت عليها من هاد الكمية اللي عملناها، خرجت 27 حبة نتاع المقروض. هنا راح نبدا في التزيين. انا كنت عملته في الشباك وراح نزين هنا بالمكسرات. هاد المكسرات لازم تكونوا عملتوهم في الناباج باش يجيو يبرقوا. هنا انا ما كانش عندي متواجد ناباج، عملتهم مباشره فوق الحبه نتاع المقروض، ومن بعد بالبانسو ودهنتهم بالعسل. يعني من احسن تمررهم في الناباج وتنزلوهم فوق الحبه نتاع العسل. وهنا عندي هاد الكرز المجفف فقط للتزيين. ممكن كامل تستغناو على هاد المرحله وتعملوا شويه نتاع لي زاموند ايفيلي يكونوا محمصين في هاد الثقب، في هاد الفارغ اللي في الوسط. هاد الثقب اللي في الوسط ذوبت شويه عسيله مع شويه جلوكوز وعمرت في هاد في الوسط باش المكسرات نتاعي يحكموا في هاد المكان. شوفوا هنا هذه هي النتيجه النهائيه نتاع مقروط الكوشه. شوفوا جا كامل على لون واحد وعلى حبه. هذا هو المقروط في صحن التقديم. شوفوا الشكل جا رائع، جا المنظر ديالو باهي، وايضا جا معسل وجا هشيش وبنين ومعسل للقلب. هنا راح نفتح معكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا معسل حتى لقلبه للداخل.
جا رائع. راح نفتحوا الحبة باش تشوفوها من الداخل. شوفوا هنا جا مرمل، جا معسل. وهذه هي الوصفه نتاعنا اليوم، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتخليوا لنا جيم وتعليق. واللي مارش مشتركه في القناه نتمنى انها تشترك وتفعل الجرس ليصلها كل جديد. وشكرا جزيلا لكم على المتابعه، ونضرب لكم موعد في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.